انتوا عارفين ان اساس كل الامراض اللي تقريبا 50% من العالم بيعانوا منها هي اساسها السكر؟ السكر. الناس اللي بتيجي تصحى من النوم تبقى عايزه تفطر شوكولاتايه، قرصه، فطير، اي حاجه، تقول ايه هو ده فطار؟ ده كارثه، يعني يا ريته فطار، ده كارثه. اسوأ حاجه تعملها في نفسك تبدا يومك بسكريات، والعجين على فكره فاين كاربس يعني سكر برضه. فالمفروض انك بيحصل ايه لما بتيجي تاكل الحاجه دي، العجين او السكر؟ بتبتدي السكر الدم يطلع، فيطلع الانسولين عشان فينزله مفيش ثواني وتلاقي نفسك جوعت، تاكل حاجه مسكره تاني فتطلع السكر الدم تاني، فيطلع الانسولين ينزله، وهكذا تطلع بقى في الدايره السوداء دي، تطلع سكر الدم ويطلع الانسولين، وتطلع سكر الدم ويطلع، وتدخلي بقى في مشاكل مقاومه انسولين وسكر من النوع التاني وامراض الكبد والقلب والكوليسترول، ترجع تقول ده انا ما باكلش، ده هي حته القرصه. يا جماعه احسن حاجه ابدا بيها يومي يا بروتين يا دهون. يعني افطر بضايه، افطر حته جبنه، افطر طبق سلطه عليه زيت زيتون وشويه جبنه، افطر علبه تونه. احسن حاجه هي البروتين والدهون. بطلوا تفطروا معجنات وسكريات، صدقوني، عشان تحموا نفسكم، وانتوا حرين بقى.